فندم بقول لحضرتك هو السبب في موت بابا لما سرق شقة عمري ومرضاش حتى يرجع لي مبلغ بسيط أدفع بيه مصاريف عملية بابا، والشقة اللي دفعت أغلب أقساطها خلاها باسمه. أرجوك اعمل لي محضر نصب. يا دكتورة رحمة، انت اللي قلت ان حضرتك اللي كنت بتديله الفلوس بكامل ارادتك ومن غير حتى اي وصولات امانة، يعني معلهوش اي ادانة خالص، والورق كله باسمه، يعني قانونا شقته. انت جاية تتبلى على الراجل وتقولي نصب؟ أتبلى عليه؟ ده دمر حياتي أنا وأمي وكان السبب في موت بابا. يا مساء الفل ياسر باشا، ازاي ما عليك يا فندم؟ عامل ايه؟ اهلا يا هندسة. ايه الدكتورة دي لسه عامله لك دوشة ولا ايه؟ عيب عليك، دوشة ايه؟ الدكتورة كانت بس منفعلة شوية وفاهمة القانون غلط، وانا بفهمها ان اللي بتعمله ده اسمه ازعاج سلطات وبلاغ كاذب، وممكن تبات في الحجز النهاردة هي والست الوالدة. انتوا تعرفوا بعض؟ مش قلتلك بلاش تلعبي معايا يا رحمة؟ انا سادة كل الثغرات يا روحي. اما بالنسبة للظابط ده فهو صديق ودفعتي وجاري من زمان. نصيحة مني يا رحمة، خد امك وامشي، خدي امك وامشي بكرامتك، بدل ما البسك قضية تشهير تضيع مستقبلك وصيدليتك. حاضر همشي، بس أوعدك يا ياسر لندمك على كل اللي بتعمله ده وخليك تعيط بدل الدموع دم، انت وكل اللي شبهك. ومن اللحظة دي انسى تماما المغفلة اللي اسمها رحمة، عشان بقيت خلاص بلا رحمة، بلا رحمة. مساء الخير. مساء الورد، تحت امر حضرتك. باشمهندس ياسر معايا؟ يا باشا ولو مش هو نخليه هو عادي جدا. في ناس كده صحابي كلموني عن حضرتك يا هندسة وبيشكروا لي في شغل حضرتك قوي، وبصراحة حاسة ان انا هرتاح مع حضرتك قوي في الشغل. طبعا يا خبر، ده يشرفني جدا. طب ايه رأي حضرتك تعدي عليا على الساعة 11 بالليل نتفق براحتنا على التفاصيل دي كلها؟ اعتبرينا اتفقنا وبدأنا شغل كمان. مفيش اي مشكلة، هنتظر حضرتك، بس اهم حاجة ما تجيبليش اي حد من الشغالين عندك علشان انا جايلك على السيرة. بس كده؟ ده انت تؤمر يا جميل. وبالنسبة للميعاد فهو تمام جدا، ابعتلي انت بس اللوكيشن على الواتساب وانا هكون موجود في الميعاد. خلاص في انتظار حضرتك. يا أستاذة يا أخت. ده حتى التليفون مقفول، شكل المشوار ده طلع فيستك. مستعجل على ايه يا ياسر؟ ايه ده رحمة، انتي بتعملي ايه هنا؟ جاية افرجك على الشقة يا ياسر. معلش بقى الأستاذة اللي كلمتك مش هتعرف تيجي، أصلها AI. لا ده انتي باين عليكي اتجننت خالص، وانا بصراحة مش فاضي للجنان ده. شكلك كنت فاكرني نسيت وعدي اللي وعدتهولك آخر مرة اتقابلنا فيه ومفكرني جاي ألعب معاك. هو الحقيقة أنا فعلا هلعب معاك، بس لعبة نهايتها موتك يا ياسر. قناة العراف
تقدم لكم مسلسل بلا رحمة بقلم محمد حامد، إخراج آية الحايس، مونتاج محمد حامد، دينا فتحي في دور رحمة، محمد حامد في دور ياسر، أحمد لاشين في دور الضابط هشام، نيفين السعدني في دور أم رحمة، محمد فريد في دور أمين منصور، محمود إسماعيل في دور ياسر المحامي، محمد الصعيدي في دور ياسر الدليفري، أحمد يحيى في دور ياسر الجزار، خالد عبد الله الضابط ياسر، أسماء محمد في دور زوجة الدليفري، آية الحايس في دور دكتورة الاسم، أميرة سعيد في دور موظفة الاستقبال، محمد وليد في دور حارس الزنزانة، سارة أحمد في دور وفاء. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. قوليلي يا دكتورة، انتي والحاجة الوالدة احساسكم ايه وانتوا قاعدين على الكرسي ده؟ ندمانين؟ خايفين من حبل المشنقة؟ حبل المشنقة ده اللي بيخاف من الموت يا بيه. احنا ميتين من يوم ما الكلب ده داس علينا ورمانا في الشارع. احنا خدنا طرنا وبس. الخوف ده للناس اللي لسه عندها حاجة تخسرها. أنا قاعدة هنا وحاسة بسلام، سلام حقيقي. سلام؟ انتوا مرضى، خطفتوا 3 رجالة وعذبتوهم، ومسكتي خطيبك السابق وخليتيه يشارك معاكي في الدم. انتوا مجرمين مش ضحايا. مجرمين؟ يمكن، بس مين اللي خلق المجرم ده؟ انتوا بتيجوا في آخر المشهد من المسرحية وتقبضوا على الجاني، بس محدش فيكم بيسأل فين كان القانون لما كنا بننزف واحنا بنستغيث بيكم. تقصدي ايه؟ تقصدي الضابط ياسر اللي رميتي اسمه وانتي مقبوض عليكي؟ أيوة، الرائد ياسر عبد الرحمن اللي كان شغال في نفس القسم ده من سنة، اللي لما جيت أبلغ عن نصب ياسر عليا طردني أنا وأمي المريضة من المكتب عشان كان بياخد رشوة من المقاول. القانون بتاعكم ده هو اللي قفل باب في وشي، فقررنا إحنا نفتح أبواب جهنم. الرائد ياسر اترفد من الداخلية من 6 شهور في قضية فساد تانية، وانتي كنتي عارفة ده. انتي خططتي لكل ده؟ أنا ما بسيبش حاجة للصدفة يا سيادة المقدم. أنا دكتورة، شغلي بيعتمد على الجرعات الدقيقة، وكل واحد خد جرعته مظبوط. مش أنا أنا ما قتلتوش، والله العظيم ما قتلتوش. هم اللي حطوا المشرط في ايدي. وامها بتبص لي وبتضحك. الدم كان سخن. هيعدموني. انا ما قتلتوش. هيعدموني. قلبي. قلبي. في حاجة تعصر قلبي. مش قادر اتنفس. الحقوني.
الحقوني، مش قادر اتنفس، قلبي. جرأة مسجون انت، ما تبطل دوشة شوية. يا فندم، ابوس ايدك، ابوس ايدك، الحقني، انا حاسس ان انا بموت. رحمة حطت لي حاجة في الاكل، انا حاسس بحاجة في صدري. الحقني، ابوس ايدك. نام يا حبيبي نام، المساجين اللي زيك بيعملوا كده اول يوم حاجز. تصبح على خير يا اخويا. اتفضلي يا حاجة عودي. سيادة المقدم هشام طلب مني ان انا اوقع عليكي الكشف الطبي عشان نتأكد ان كانت حالتك الصحية تسمح ان انتي تقعدي في الحجز او لا. اتفضلي. كتر خيركم، انا صحتي زي الفل، احسن من اي وقت فات. غريبة، ضغطك منتظم وضربات قلبك هادية كأنك ما عندكيش اي قلق او توتر، مع ان التهم الموجهة ليكي انتي وبنتك صعبة جدا. التوتر ده للي خايف من بكرة يا دكتورة. احنا بكرة بتاعنا خلصناه بايدينا، واللي كان كسر نفسنا بيموت دلوقتي في زنزانته. بيموت؟ تقصدي ايه؟ ايه؟ مش مستوعبة انك هتلبسي بدلة حمراء انت وامك؟ مستوعبة وموافقة. المهم اني حققت العدل اللي انتوا فشلتوا تحققوه. انت ما عملتيش ده علشان العدل يا رحمة، انت عملتي كده علشان تشبعي غريزة انتقام جواكي. دمرتي حياة 4 أشخاص ودمرتي نفسك انت وامك اللي في اخر ايامها. امي راضية ومبسوطة، بس انت لسه ما فهمتش يا سيادة المقدم العبقرية في الخطة بتاعتي. خطة ايه تاني؟ اللعبة خلصت وكل اتقبض عليه. انت فاكر اني كنت بعذب ياسر في القفص عشان اوجع جسمه؟ انا دكتورة صيدلانية وعارفة كويس جدا تأثير الضغط النفسي المتواصل مع الحرمان من النوم، مع نقطتين من دواء معين كنت بحطه له في الشرب بيضعف عضلة القلب بالبطيء وما بيسيبش أي أثر في الدم. انت بتقولي ايه؟ انت سممتيه؟ أنا زرعت الموت جواه، أنا خليت قلبه أضعف من ورقة شجر. أي صدمة عصبية زيادة، أي نوبة رعب في زنزانة ضلمة، قلبه هينفجر لوحده. وأعتقد إن الوقت ده هو دلوقتي بالظبط. منصور، اجري على الحجز اللي فيه ياسر فورا. هات دكتورة الاسم بسرعة. يا فندم، المتهم ياسر عبد الحميد قطع النفس، قلبه وقف تماما. ارتحتوا؟ مات، قلبه وقف. عملتوها ازاي؟ ايه السم اللي اديتهوله ده وما بيظهرش في التحليل؟ انطقوا. مات من الرعب يا بيه، اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، وهو كان جواها عفاريت الدنيا كلها بتاكل في قلبه. سم؟ احنا ما سمناهوش يا سيادة المقدم. انا اذكى من اني اسيب ورايا دليل مادي يخليني قاتلة في نظر الطب الشرعي. امال مات ازاي؟ الخوف يا فندم بيفرز كميات مهولة من الكورتيزول والادرينالين. لما تحبس انسان نرجسي وجبان في ضلمة وتخليه يشوف ناس بتتقطع قدامه بسببه، تجبره انه يمسك المشرط ويذبح واحد بايده عشان يعيش، عقله بيتبرمج على التدمير الذاتي. يعني ايه؟ يعني هيتحاكموا في خطف واحتجاز بس مش قتل؟ الست دي وبنتها كسبوا يا منصور، خدوا حقهم وانتقموا، قتلوا اللي دمرهم من غير ما يلمسوه، وفلتوا من حبل المشنقة، شوهوا ال3 التانيين عقابا ليهم على فسادهم، وطلعونا احنا في الاخر مجرد متفرجين. المطر بيغسل كل حاجة يا ماما، زي ما الدم غسل وجعنا. احنا داخلين السجن واحنا رافعين راسنا يا بنتي.
الخونة هم اللي في القبور دلوقتي، واللي عاش منهم عايش مكسور ومذلول. أنا مش ندمانة على أي حاجة عملناها. ولا أنا، ولو رجع بيا الزمن كنت هبني نفس القفص وكنت هصطاد نفس الأسماء. العالم ده مليان ديابة متخفية في هدوم بشر، بياكلوا لحم الغلابة بالقانون والمظاهر، ولما الغلبان بيشتكي محدش بيسمعه. كان لازم حد يوريهم إن الضعيف لما بينكسر شظاياه بتعور قوي. أنا داخلة السجن بجسمي بس روحي حرة، لأن الوحش اللي صحي جوايا وبقيت بسببه بلا رحمة أخد حقه ونام للأبد. كنتم مع مسلسل بلا رحمة على قناة العراف. كتابة ومونتاج محمد حامد. إخراج آية الحيس. انتظرونا في أعمال قادمة على قناة العراف. ما تنسوش تزوروا صفحتنا على التيك توك.